السلام عليكم حبايبي، يعطيكم العافية. شلونكم؟ شخباركم؟ معاكم قناة روزاليندا الأخبار مشاهير في السوشيال ميديا. راح أنزل لكم كل يوم فيديو جديد بخبر جديد. لا تنسون تدعمون القناة باللايك والشير والسبسكرايب. طلع يعقوب وشهري في السناب يدعي على كل من تداول ونشر صورة خطيبته، بالذات إن هي لا مشهورة ولا شيء، واللي نشرت الصورة خذتها من حسابها الخاص. وطبعا من انتشرت الصورة الكل صار يقول هي فيها شبه من فاطمة الأنصاري، وهذا ذوقه وهذا ما شنو. الرجال من حقه يكون عنده حياته الخاصة، بالذات إن هو تعلم من تجربته الأولى. بس أحب أطمنكم وأبشركم إن اللي سوى هذا الشيء اعتذر ليعقوب وشهري، وهو نشر هالشيء في السناب، لأنه والله الدعوة قوية صراحة، يعني منو يتحملها. شوفوا الفيديو. في شيء غريب، يعني أنا شفت وقاحة وقلة أدب وقذارة، بس ما شفت هالمستوى هذا. في ناس قاعدة تتداول صور وهالشيء عيب عيب عيب، والله عيب. عسى كل شخص وكل إنسانة تداولون صورة بنت لا هي مشهورة ولا هي شيء، تلقاها بشرفك وبعرضك وتشوفينها ببناتك، تشوفينها بخواتك وفيك، وتشوفها ببناتك وفيك. يا الله يا كريم، بيني وبينكم رب العالمين، شو الحركات الوسخة هذه؟ يعني يا الله اللي طلعت الصور هذه باقتهم من اكاونتها الخاص. يا الله يا كريم، يا الله دعوة من قلبي، عسى الله يطيل في عمرك ويبليك في مرض ما تشفين منه، وتكونين طريحة الفراش، وكل ما تتألمين تتذكرين هالشيء هذا. يا الله، وكل من يتداول هذا الموضوع، يا الله يا كريم، ما علي الا انت. يعني واحد ساكت ما قاعد يصور اموره الخاصه، فصلت بين حياتي الشخصيه وحياتي في السوشيال ميديا. لا ليش احنا ندش في حياتك الشخصيه؟ ندش داخل بطل الباب، ندش داخل بيتكم، نفتر داخل ليش؟ وبعدين يا جماعه ما يصير، والله عيب، قسما بالله عيب يا اخي، والله هذه مو اخلاق المسلمين. انتم مو مسلمين يا جماعه، انتم قاعد تتعاملون مع منو احنا؟ ما تخافون الله؟ ما في الله فوق؟ انتم ما تدرون في رب العالمين وفي يوم حساب؟ بعد مو انا شيء انا حاطه ولا احد ليش؟